3 أشخاص كل واحد فيهم عنده سبب يتمنى موت الشخص ده. مين هو الشخص ده؟ وإيه اللي خلى ال3 مصرين على قتله؟ استنى للنهاية لأن اللي هتسمعه دلوقتي عمرك ما هتنساه. أهلا بيكم، أنا سمير يحيى وده برنامج طرف الخيط. في سنة 2015 في منطقة القناطر الخيرية كان بيعيش سيد، واللي كان بيشتغل حارس أمن وعنده 48 سنة، وكمان كان بيشتغل على توك توك، وكان متجوز من واحدة اسمها صباح واللي كانت عندها في الوقت ده 29 سنة. سيد وصباح اتعرفوا على بعض عن طريق بنت عمه واتجوزوا وربنا رزقهم ببنت وولد، وكانت الحياة ما بينهم هادية ومستقرة لحد ما سيد بدأ يعمل علاقات نسائية أكتر من مرة. ومش بس كده، ده كمان لما كان صباح بتواجهه ما كانش بيحاول يداري أو حتى يخبي، بالعكس سيد كان بيثبت التهمة على نفسه. أيوة بالظبط كده، سيد كان بيوري لصباح فيديوهات على تليفونه مصور فيها علاقاته النسائية كأنه قاصد يقهرها. وهنا صباح ما استحملتش وسابت له البيت ومشيت وراحت على بيت أهلها. وبعدها بكام يوم صباح بترجع لشقتها من تاني بعد ضغط من أهلها وبعد اعتذار سيد ليها، وبعد ما وعدها انه مش هيكرر اللي حصل ده تاني. وصباح رجعت شقتها عشان تكون جنب عيالها تراعيهم وتاخد بالها منهم. وفي الوقت ده اخت صباح بتتعب وبيكتشفوا ان عندها سرطان ومع رحلة العلاج، ولانهم كانوا حالتهم المادية على قدهم اهل صباح بيدوروا على مستشفى حكومي عشان اخت صباح تتعالج فيه. ودي ما كانتش حاجة سهلة لان المستشفيات الحكومي بيكون عليها ضغط كبير، وللأسف ما كانوش لاقيين لاخت صباح مكان في اي مستشفى حكومي. وكان في واحد اسمه معتز جارهم من نفس المنطقة، ومعتز كان بيشتغل ممرض في مستشفى عين شمس قسم الأورام. فيلجأ أهل صباح لمعتز عشان يتوسط لهم يلاقوا لها مكان في المستشفى عشان تتعالج فيه. وفعلا معتز بيتوسط لهم وتدخل أخت صباح المستشفى عشان تتعالج. وفي الحقيقة معتز كان جدع وشهم معاهم، وكان على طول بيعدي على أخت صباح عشان يطمن عليها. وعشان صباح كانت دايما موجودة مع أختها وبتزورها على طول، فكانت على طول بتقابل معتز وكانت بتسأله عن حالتها عشان تطمن عليها. وهو كان لطيف جدا ومهذب معاها، ومن كتر ما كانت بتشوفه كل يوم ولأنه كان لطيف معاها صباح بدأت تحس إنها معجبة بمعتز. وبعد كده بياخدوا أرقام بعض بحجة إنها هتكلمه لو حبت تطمن على أختها، ومن بعدها بقوا يتكلموا في التليفون بسبب أو من غير سبب. وصباح بدأت تفضفض مع معتز وتحكي له عن مشاكلها مع سيد جوزها وعن علاقاته النسائية. ومعتز بقى يقول لها إن سيد مش مقدر النعمة اللي في إيده، وإنه لو متجوز واحدة بجمالها لا يمكن أبدا يبص بره. وحكى لها هو كمان عن ظروفه وإنه مفتقد للحب لأن مراته مريضة سرطان. وبعد كده معتز وصباح يعترفوا لبعض بحبهم، وبتستمر العلاقة ما بينهم بالشكل ده لحد ما أخت صباح ترجع لبيتها عشان تكمل العلاج. ومعتز في الفترة دي كان بيروح لهم البيت على طول بحجة إنه بيتابع حالة أخت صباح. وطبعا صباح كانت بتكون موجودة في بيت أهلها في الوقت ده بحجة إنها بتاخد بالها من صباح. ومن الوقت ده شكل العلاقة بين معتز وصباح بياخد شكل تاني وبيتحول لعلاقة محرمة. والمصيبة إنه كان بيحصل في بيت أهلها لأنه كان دايما متردد عليه زي ما قلنا قبل كده. وعلى الجانب التاني سيد كان مستمر في علاقاته النسائية وكان مستغل انشغال صباح بمرض أختها، ولأنها دايما كانت بره البيت وعند بيت أهلها فكان بياخد راحته على الآخر وبيجيب ستات البيت، لدرجة إنه عمل علاقة مع بنت خال صباح وصورها فيديو. بس سيد في الوقت ده سمع طراطيش كلام عن إن صباح مراته على علاقة بمعتز، وطلب من بنت خالها إنها تتأكد له من المعلومة دي، واللي أكدت له إن اللي سمعه صح وإنها كمان سمعت بكده. ولما رجعت صباح البيت سيد وراها الفيديو اللي صوره لبنت خالها، وقال لها كمان انه عرف بعلاقتها بمعتز. بس صباح انكرت وعملت معاه مشكلة وسابت له البيت وراحت على بيت اهلها. معتز راح لصباح بيت اهلها وحاول يرجعها بس هي رفضت، وقالت له انها مش هتعيش معاه مرة تانية بعد ما شك فيها، وكفاية انها صابرة على القرف اللي هو بيعمله. بس سيد مسكتش وضربها، ولما ابوها حاول يمنعه اعتدى عليه هو كمان وضربه. وفي الوقت ده بيوصل أحمد أخو صباح البيت، ولما بيشوف المنظر ده بيمسك في سيد وبيتخانق معاه. بس سيد بيصد وبيقول له روح شوف أختك بتعمل إيه بدل ما تمسك فيا أنا، وبيقول له إن أختك على علاقة بمعتز. وبعد ما سيد بيمشي صباح بتكون قررت إنها لازم تخلص منه بعد ما عرف علاقتها بمعتز، وبتقنع أخوها أحمد إنهم لازم يخلصوا من سيد اللي اتهمها في شرفها واللي اعتدى على أبوها وضربه. واحمد اقتنع بكلامها واعتبر انه كده هيجيب حق ابوه واخته.
وإنه فعلا لازم يخلص من سيد. وفي نفس الوقت بتروح تحكي لمعتز على اللي حصل من سيد وإنهم كانوا هيتفضحوا في المنطقة، وبتطلب منه إنه يساعد أخوها في إنهم يتخلصوا من سيد، ومعتز بيوافقها هو كمان على إنهم يخلصوا من سيد، وده عشان ما يتفضحش وكمان عشان يكون براحته هو وصباح. وبكده بتجتمع المصالح المشتركة للتلاتة على قتل سيد، وبيبدأوا على طول في التنفيذ. أحمد بياخد مفتاح الشقة من صباح وبيحضر سكينتين، واحدة ليه وواحدة لمعتز، ومعتز بيجيب معاه جوانتيات عشان البصمات، وبيدخلوا هما الاتنين الشقة وبيستنوا سيد لحد ما يجي. وأول ما بيدخل سيد بيهجموا عليه وبيطعنوه بالسكينة أكتر من طعن لحد ما يفارق الحياة. والجدير بالذكر إن صباح أنكرت تماما في التحقيقات إن ليها أي علاقة بالجريمة، وإن أحمد أخد مفتاح الشقة بدون علمها، وأنكرت تماما إن ليها أي علاقة بمعتز، وإن كل علاقتها بيه إنه كان بيساعدهم في علاج أختها. ومعتز كمان أنكر علاقته بصباح، وقال إنه لما راح مع أحمد شقة سيد كان رايح على أساس إنهم هيتخانقوا معاه بس، وما كانش متخيل إن الموضوع هيوصل لجريمة قتل. والوحيد اللي اعترف على نفسه هو أحمد أخو صباح، واللي أكد إن صباح ما كانتش تعرف بنية أحمد للقتل. وفي النهاية اتحكم على أحمد ومعتز بالإعدام وعلى صباح بالمؤبد. ودي كانت حكاية 3 أشخاص اجتمعوا على الخيانة والغدر والاتهام، وانتهت حكايتهم ورا القضبان. وشكرا ليكم على المتابعة لو كنتوا وصلتوا لنهاية الفيديو.